السلام عليكم. في هذا الفيديو الجديد على قناه فينوس حلال بالدارجه، فيديو اللي شويه سبيسيال كما كتشوفوا. كاين ليكرون بارطاجي امامي، واحد الفيشي اكسل. غادي نعرفوا شنو الموضوع ديالي دابا شويه. وهذا الفيديو شويه خارج على الفيديوهات النمطيه اللي هو اللي كنديروا في هذه القناه. فيديو غادي يغير الحياه ديال بزاف ديال الناس، بزاف ديال الموظفين، بزاف ديال لي سالاريين اللي ما كيعرفوش يديروا المصاريف ديالهم، او اللي عندهم واحد الادخار ما عارفينش شنو يديروا به. تالفين واش هذاك الادخار مثلا يستثمروا به، او مثلا يبداو به واحد البيزنس الى اخره. كيدخل واحد البركه وما عارفين شنو يديروا بها اكزاكتومون. اليوم غادي نشوفوا واحد المثال اللي هو حي ديال الاخ محمد بن دار البيضاء، وكنشكره بزاف لانه بارطاجا معنا المعلومات الماليه ديالو. متزوج وعنده صالير ديال 17000 درهم، يعني مليون و140 الف ريال. بارطاجا معنا المعلومات ديالو، عطانا شحال كيدخر، وغادي نشوفوا الاخ محمد فين ممكن يدير الادخار ديالو. كذلك انت ممكن تستافد من هذا الفيديو. الا بغيتي حتى انت نديرو مثلا الحاله ديالك ولا نديرو الدراسه ديال الحاله ديالك، غتهبط دابا لا ديسكريبسيون، غتلقى لو ليان ديال الاكسل هذا اللي كتشوفو قدامك، وغادي تعمر. بغيتي صيفط لنا فقط لو ليان ديال لا ريبونس ديالك في الايميل، وديك الساعه غادي نجاوبوك باغ ايميل شنو الحوايج اللي ممكن انك ديرها. كيف العاده، الا كيعجبكم بحال هذا المحتوى ما تنساوش ديروا ابوني، تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كما قلت عندهم مشكل ما عارفين شنو يديروا به، باقي تالفين. اليوم غادي نشوفوا الاخ محمد وغادي نعطيوه الراي اللي غيكون ان شاء الله اصلح لوكا ديالو. كيف العاده بقى تلخص الفيديو باش تعمل فائده، ودير لايك وخلي لنا كومونتير زوينه وخير. خذوا في الكومونتيرات ونبداو على بركه الله. اولا الاخ محمد عنده كما قلت صالير ديال 17000 درهم، وغنشوفوا المصاريف ديال الشهر تاع ماي، الدرب ديال الادخار في ماي، وغادي نشوفوا على مدى السنه شنو ممكن يدير كاستثمارات، كيفاش ممكن هذا الادخار يقسموا. اولا الادخار هو 20%، دونك حاط كهدف 3400 درهم. كتشوفوا معنا نصاب ديال الزكاه. دونك النصاب ديال الزكاه الناس اللي ما عارفينش، الا مشيتوا هنايا ولقيتوا لا فورمول، هي 35 غرام ديال الذهب. يعني القيمه ديال الغرام تاع الذهب غادي يضربوا 85، غادي يعطيك شحال النصاب ديال الزكاه. النصاب ديال الزكاه يعني الى الادخارات ديالك فاتوا 80000 درهم، يعني فاتوا 8 مليون، ديك الساعه خاصك تخرج الزكاه. على اي 14900 هي قيمه ديال الاجمالي المصروفات، يعني شحال ديال المصروفات كاملين كيصرف. وشخص كما قلت متزوج غادي يشوفوا شنو هما المصروفات ديالو. الادخار الفعلي يعني كدير اوبجيكتيف 3400 درهم حاليا، يلاه دخل 2100 درهم، ممكن الشهر الجاي يزيد من الادخار ديالو، هذا احتمال وارد. الفو نسبه الادخار الحاليه ديال شهر ماي كانت هي 12.4%. غادي نشوفوا جميع شنو هما المصاريف ديالو اللي داخلين تلك 14900 درهم، يعني داخلين في تقريبا مليون ونص ديال المصاريف. اولا المصاريف اللي كاين هو الايجار، يعني كاري 3000 درهم في مدينه الدار البيضاء. السنديك عنده 50 درهم، والكهرباء 350، 200 درهم الانترنت. الصيانه ديال المنزل 50 درهم. صيانه المنزل فقط للتوضيح، هو او الدار ديالو كيصلحها سنويا. دونك هذاك الشيء اللي كيتصرف عليها سنويا نقسموه على 12 شهر، دونك تقريبا الى درنا 50 12 شهر 600 درهم. المشتريات تقريبا 1500 درهم، يعني بازا والحلويات 500 درهم، اللحوم 600 الف درهم، المطاعم المقاهي الوقود ديالو 1500 الى اخره. مصاريف الدراسه، ما عندوش اولاد، متزوج وما عندوش اولاد. دونك الصحه والتامين 200 درهم، حالة ما مثلا مرض هو او مرضت مثلا الزوجه ديالو، صدقه 100 درهم. كيعاون الوالدين ديالو، عنده الوالدين ديالو ما عندوش اخوه، كيعاونوا ب 1500 درهم. حياه العيد 3000 درهم. ادخار العمره كيدير واحد الادخار ديال 300 درهم. وكما قلت هنا غادي نعاود ندير واحد التوضيح، هو ربما الشهر الجاي غادي يكون الادخار اكبر، لانه الشهر ديال ماي تزامن مع الاضحيه ديال العيد، داكشي علاش كان الادخار صغير شويه. دونك ربما في الشهر المقبل غادي يكون الادخار اكبر، يقدر يوصل حتى يقدر يوصل 3400 درهم او يفوتها. داكشي خروج والترفيه 200 درهم. خروج بدون احتساب المطاعم والمقاهي، الا كاين المصروف ديالهم بوحدهم. السفر والعطر كاين واحد الصندوق ايضا خاص بالكونجي ديالهم، كنسميوه الكونجي انيوال، يعني يخرجوا فيه مره في العام كيمشيو يسافروا، فدايرين 500 درهم في الشهر باش يجي الكونجي يلقاو الصندوق واجد. العنايه الشخصيه ديالو هو فقط. مصاريف الطريقه، دونك كاين صندوق الطوارئ 200 درهم. الهدايا 100 درهم، اكيد الهدايا سواء العائله ديالو او الزوجه ديالو في المتوسط 100 درهم في الشهر. ثانيا دابا الادخار كما كنا لوحه القياده تقريبا هو 2100 درهم. الادخار ديال 2100 درهم الادخار نقدر نقول ماشي ضعيف وماشي طالع. تقريبا الادخار فاش كيكون طالع الا كان فايت 10000 درهم شهريا، ديك الساعه كيعطيك فرص اكثر. 2100 درهم نقدر نقول يلاه بدا في المتوسط. كنديروا ادخار ديال 2100 درهم. غادي نجيو هنايا بطبيعه الحال نعود نرجع ونذكر بان الا بغيتي تستافد من هذا موديل اكسل غادي تهبط دابا لا ديسكريبسيون، غادي تلقاه، غادي تعمر المعلومات ديالك. بغيتي مثلا تكون نصيحه او راي كيفاش تفرق على الادخار ديالك، الاستثمارات اللي ممكن تبدا فيهم قولها لنا. ولا بغيتي فقط انك تستعمل نتايا، مرحبا، فغتلقى هادشي كامل في لا ديسكريبسيون. غادي تهبط غادي تلقى هذا اللين هذا. نبداو قلنا 2100 درهم. ف 2100 درهم انا على حسب الراي ديالي اول حاجه غادي نديرها هو غادي ندير واحد لوبجيكتيف، واحد الهدف اللي هو آه، شهري نتاع 300 درهم كل مره غنحطها في حساب الادخار. علاش؟ فالاخ محمد هو مستخدم، يعني هو مهندس في مدينه الدار البيضاء، عنده 2100 درهم. فديك 2100 درهم غادي نحاول ندير التوزيع المالي ديالها بطريقه نتاع النسب الاقل غادي تكون
استثمارات اللي غادي نسميوها امنه بحال حساب الادخار التشاركي مثلا الذهب الى اخره، وغنمشيو مثلا الاستثمارات اللي شويه فيها لو ريسك، وديك الساعه يقدر يريسكي حتى ل 50%. ديك الساعه غادي نقسمها، غنديروا 50% استثمارات امنه، 50% استثمارات نقدر نقولوا غير امنه. ولكن دائما كاين واحد الحاجه اللي هي في الماليه اللي كتسمى ريسك ريورد، يعني كل ما خديتي له ريسك بزاف كل ما كيكون الريورد بزاف، كل ما كيكون البورسونتاج ديال الربح اكبر. دونك الا مشينا مثلا لحساب الادخار التشاركي، انا رايي الشخصي غادي نحط فيه تقريبا 300 درهم شهريا، عفوا 300 درهم شهريا، وغندير اوبجيكتيف ديال 300 3600 درهم. 3600 درهم اللي هي 300 درهم في 12 شهر. دابا حنا كنشوفوا على مدى 12 شهر كيفاش غادي يبدا الخطه الماليه ديالو. ديك الساعه حنا غنبداو ليه الشهر الاول هو غادي يكمل على حساب الاوبجيكتيف ديالو، وهذا كيبقى يرى يقدر 300 درهم الا بغى هو انه يردها 400 درهم، يقدر يردها 500 درهم. هذا الشيء كيبقى غير راي. دونك 300 درهم بقات 1800 درهم. 1800 درهم غادي ناخذ 800 درهم نحطها في الذهب، غادي نحطها في الذهب نقدر نوصلها حتى ل 900 درهم. دونك بين 800 درهم و 900 درهم. علاش؟ لان الذهب اولا في هذه الوقيته هذه القيمه ديالو طايحه شويه، تراجع بسبب التطورات الجيوسياسيه وبسبب ايران وبين امريكا. فالذهب القيمه ديالو جو بونس هذا هو احسن وقيته باش انك تشتري الذهب قبل ما يرتفع القيمه ديالو. ف 900 درهم كتبان لي مزيانه، او نقولوا 800 درهم. باش تبقى 1000 درهم ممكن غادي نمشيو نحطيوها في الاستثمارات في الاسهم الحلال. واكيد كان واحد الفيديو فيما يخص الاسهم الحلال، درت واحد الفيديو في لاشين غادي تشوفوه دابا الفوق. لا شنو هما المعايير اللي خصك تبازا عليهم قبل ما تانفيستي، قبل ما تستثمر في اي سهم. شنو هو المعايير اللي خصك ترد البال ليهم؟ بزاف الفيديو كاين ديجا في القناه، اللي باقي ما تفرجش ليه تفرج لي دابا عاد كمل الفيديو ديالنا. فالاستثمارات قد نقولوا 1000 درهم شهريا، يبدا يحط 1000 درهم. وقبل ما ندوزوا للنقطه الاخرى، قضيه 1000 درهم ماشي غادي يشري اسهم كل شهر، ماشي كل مره. مثلا ناخذ مثال باش للتبسيط، نفترضوا انه غادي يشري في اتصالات المغرب. اتصالات المغرب اللي السهم ديالها دابا داير تقريبا 95 درهم، يعني غادي يشري 10 حتى ل 11 سهم تاع اتصالات المغرب. ما غاديش ننصحوا باش انه يشريه شهريا، اللي غننصحوا هو يجمع واحد الادخار ديال مثلا 6 شهور على الاقل، وديك الساعه عادي يستثمر في اتصالات المغرب. علاش السبب؟ لان كل مره كتشري في بورصه ديال الدار البيضاء كاينين ما يسمى بالفيز، الاقتطاعات كتكون على الشراء. يعني شريت مثلا الاسهم ديال اتصالات المغرب 950 درهم، كتمشي 2% للبورصه الدار البيضاء اللي هي كتلعب دور الوسيط بين اللي باغيين يشريو الاسهم وبين اللي باغي يبيعوا الاسهم. فهذاك الدور ديال الوسيط كتخلص عليه عن طريق الاقتطاعات. فاذا كل مره كنت كنشري 1000 درهم وتقتطع عليه 2%، 1000 درهم وتقتطع عليه 2%، غادي يطلع هاد الاقتطاعات غادي يطلعوا بزاف. فكنصحوا انه يجمع 6 شهور ويشري في مره واحده، او يشري على 2 مرات يعني في العام. اسهم ديال اتصالات المغرب كمثال، ماشي كنصح بانني الناس انهم يمشيو يشريو اتصالات المغرب، هذا فقط كمثال. الا بغيتي شنو هما الاسهم اللي مزيان تشريهم في البورصه، غادي تدخل دابا ايضا المنصه ديالنا باتريون اللي كنبارطاجي فيها البورتفوي ديالي، يعني المحفظه الماليه ديالي، وشنو هما الاسهم اللي انفستيت فيهم، اللي فيهم ارباح واللي ما فيهمش ان شاء الله كان الشري. غادي يجمع 1000 درهم مده 6 اشهر، 6000 درهم، وديك الساعه ينوعها. ربما الا ما بغاش ياخذ لو ريسك بزاف كاين انه يحطهم، دونك نمشيو نحيدوا هذا ردو مثلا، عفوا ردو صفر. ممكن انه يحطهم مثلا لو بي سي في ام، محفظه الاسهم الحلال، اللي الشرط اللي خصو يكون، او الاشكال اللي كاين في لو بي سي في ام هو ماشي كاع لي زو بي سي في ام حلال. ديك الساعه خصك تمشي البنكه اللي غادي تحل فيها لو بي سي في ام، غتمشي للبنكه غادي تقول له شنو هما الشركات اللي كاينين، وغادير لهم دراسه وغادي تشوف هذوك الشركات شحال اللي استثمر فيهم. ما غاديش نقول شنو هما المعايير حتى تشوف الفيديو، كاين جوج ديال المعايير الا كاينين دونك شركه مزيانه. ما عندكش باش تخاف. وكاين واحد الحاجه خصك ديرها حتى هي في الاخر، ما نحرقش عليكم تشوفوا الفيديو اللي هضرت عليه دابا شويه. غادي تشوف شنو هما الشركات اللي كاينين في ذاك لو بي سي في ام، المحفظه الاستثماريه ديال الاسهم. الا كانوا مزيانين سير على الله، الا ما كانوش مزيانين ديك الساعه رجع خطوه اللور. كنصح مثلا يعني بمحفظه الاسهم الشركات اللي خدامه في العقار. كاين اللي كينصح تشري واحد الملكيه عقاريه، يعني تمشي البنك مثلا تشاركي وتشري ملكيه عقاريه، دار، او مثلا ابارتمان اللي هي صغيره وتعاود مثلا تشريها. هذه ممكن، ولكن هذه كتطلب واحد الادخار اللي هو كبير. فاذا بغينا نقولوا انك تشري واحد الدار خصك على الاقل تجمع ديال الادخار اللي شويه صعيبه. دونك ما كنصحش بهم هادو بزاف. اللي كنصح به هو الاسهم ديال البورصه ديال الدار البيضاء، لو بي سي في ام، او مثلا غادي نجيو هنايا غادي نشريهم في اسهم نيشان، شي فيما يخص التوزيع ديال الادخار والبناء ديال الثروه مستقبلا. اكيد 2100 درهم كادخار ما غاديش يعطيك واحد الريزولتا، ما يعطيكش واحد النتيجه على المدى القصير اللي هي طالعه بزاف. هادو الادخار مرجاه الحمايه الادخاريه، الا بغيتو الحمايه ديال هذيك الادخار، وهو بحال قلنا فاش في المستقبل
يكون عندك واحد الصندوق اللي في حاله ما فقدتي العمل ديالك او وصلتي سن التقاعد، او مثلا خرجتي من الخدمه، كيكون عندك واحد الغيزيرف كتحميه، وكتحمي ايضا القدره الشرائيه ديالك في المستقبل. يعني الا خليتي فلوسك وما ادخرتيهمش، بفعل التضخم غادي تطيح القيمه ديالك. ولكن الا استثمرتيهم وحطيتيهم سواء في اسهم، سواء في محافظ ماليه الى اخره، كتحميهم من التضخم وكتحافظ على القيمه ديالهم، وكتخلي ان تكون عندك حريه ماليه اكثر في المستقبل. هادشي فيما يخص الاخ محمد. درنا فيديو قصير، كنحاول ما نكونش طولت عليكم. الا بغيتوا تستمروا في هذه الفيديوهات، باقي عندي بزاف ديال لي كا، بزاف ديال الناس عمروا المعلومات ديالهم الماليه، وشكرا بزاف على الثقه ديالكم. الا بغيتوا ندير فيديو اخر على هكا، يكون شخص اخر يعني وضعيه اخرى بصالير اخر، ناخذ مثلا الناس اللي متزوجين وعندهم اولاد، او الناس اللي مثلا ما متزوجينش وما عندهمش اولاد، الناس اللي عندهم صالير اقل من 17000 درهم، الناس اللي عندهم صالير اكثر من 17000 درهم، باش هكا نوصلوا الجميع ونوصلوا في التعاليق. عبروا كيف بغيتوا في التعاليق. وكيف العاده الا عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجي هذا الفيديو، غيعاون بزاف ديال الناس. وصديق هاشمي من لاشين في نص حلال بالدارجه كيقول لك نشوفكم في الفيديو الجاي.